يا ترى إيه السر ورا البرامج القوية اللي بتستحمل وبتعيش؟ في الشرح ده هنكشف سوا عن المخططات السرية اللي بتخلي الكود منظم ومترتب مهما عدى عليه الزمن. بس قبل ما ندخل في الحلول، لازم الأول نفهم أصل المشكلة اللي بتواجه أي مطور، وده اللي هياخدنا لأول نقطة: فوضى الحالة، أو زي ما بنسميها الستيت. وهنا بيجي السؤال المهم، ليه الابليكيشنز بتاعتنا بتبدأ بسيطة ومع الوقت بتتحول لكلكيعة وصعب التعامل معاها؟ أي حد اشتغل على مشروع كبير أكيد عدى عليه الإحساس ده. المشكلة كلها بتبدأ من هنا. في التطبيقات الحديثة الستيت أو الحالة دي ممكن تتحول لشبكة عنكبوتية معقدة من الاتصالات زي ما احنا شايفين كده. البيانات رايحة جاية بين الكومبوننتس من غير نظام واضح، والموضوع ده بيخلي أبسط حاجة زي إن الواحد يصلح بج أو يضيف فيتشر جديدة كابوس، كابوس حقيقي. بس زناته إيه المثير للاهتمام؟ إن من قلب الفوضى دي بدأت تظهر حلول منظمة، أنماط واضحة، ومن هنا كل حاجة بدأت تتغير. خلونا نرجع بالزمن لسنة 1994. في السنة دي ظهر كتاب كان بمثابة نقطة تحول في عالم تصميم السوفت وير، وقدم للمطورين لغة ومفاهيم جديدة تماماً. الكتاب ده هو Design Patterns، واللي ألفته مجموعة من 4 خبراء اتعرفوا بعدها باسم الجانج اوف. طيب، إيه هي بقى الديزاين باترنز دي بالظبط؟ ببساطة الكتاب بيوصفها على إنها حلول بسيطة وأنيقة لمشاكل متكررة بنقابلها في تصميم السوفت وير. الفكرة إنها مش كود جاهز بتاخده كوبي بيست، لا، هي أقرب لوصفة مجربة ومضمونة لحل مشكلة معينة. يعني النقطة الجوهرية هنا هي إنها عبارة عن مخططات blueprints قابلة لإعادة الاستخدام، بالظبط زي ما المهندس المعماري بيكون معاه مجموعة مخططات يقدر يبني بيها بيوت مختلفة. المطور بيستخدم الأنماط دي عشان يبني برامج قوية ومرنة، وعشان كده هي مش مجرد library أو framework جاهز بنستخدمه خلاص. عشان الصورة توضح أكتر، إيه رأيكم نتعمق شوية في 3 من أشهر المخططات الكلاسيكية دي؟ خلينا نشوفها بتشتغل إزاي على أرض الواقع. وهنستخدم أشهر مثال تقريباً، وهو الموديل فيو كنترولر أو ال MVC. ليه ال MVC بالذات؟ لأنه بيجمع ال3 أنماط اللي هنتكلم عنهم دول مع بعض بطريقة عبقرية، وأغلبنا كديفلوبرز أكيد سمع عنه أو اشتغل بيه. أول نمط معانا هو الأوبزرفر أو المراقب، وأحسن طريقة نفهمه بيها هي تشبيه بسيط. تخيل إنك عامل سبسكرايب لقناة على يوتيوب. القناة دي هي السبجكت أو الكائن الأساسي. لما صاحب القناة ينزل فيديو جديد، يعني بيغير حالته، انت وكل المشتركين التانيين اللي هم الأوبزرفرز أو المراقبين بيجيلكم إشعار فوراً. وهنا بقى بتظهر قوة الأوبزرفر. بص كده، هو بيفصل تماماً بين البيانات نفسها اللي هي الموديل وبين طرق عرضها المختلفة اللي هي الفيوز. يعني إيه؟ يعني ممكن نفس الداتا تظهر مرة في شكل جدول، ومرة في شكل رسم بياني، ومرة تالتة في شكل دايرة نسبية. وأي تغيير يحصل في الداتا الأصلية، كل طرق العرض دي بتتحدث اوتوماتيك، ومن غير ما أي فيو فيهم تكون عارفة أي حاجة عن الفيو التانية. ده فصل تام. نيجي للنمط التاني، الكومبوزيت أو المركب. تخيل لعبة الليجو، ممكن تمسك قطعة ليجو واحدة في إيدك، صح؟ وممكن تمسك مجسم كامل بنيته من 100 قطعة. الكومبوزيت باترن بيخليك تتعامل مع القطعة الواحدة والمجسم الكامل بنفس الطريقة بالظبط. هو بيخلينا في الكود نعامل الكائن الواحد ومجموعة الكائنات المركبة بنفس الأسلوب. طيب، ده بنشوفه فين في ال MVC؟ بنشوفه في بناء واجهات المستخدم. الكومبوزيت هو اللي بيسمح لنا نبني شاشات معقدة ومتداخلة من مكونات بسيطة. يعني زي ما احنا شايفين كده، نقدر نتعامل مع لوحة تحكم كاملة فيها عشرات العناصر بنفس الطريقة اللي بنتعامل بيها مع زرار واحد بس جواها. ده بيخلي بناء ال UI أسهل وأكثر تنظيماً. ونوصل للنمط الثالث والأخير في مثالنا، وهو الاستراتيجي. وده عشان نفهمه، تخيل أي تطبيق خرائط بنستخدمه بيكون فيه اختيارات زي أسرع طريق أو أقصر مسافة أو يمكن تجنب الطرق اللي فيها زحمة. لاحظ إن التطبيق نفسه هو أنت بس بتختار الاستراتيجية اللي هيمشي عليها. الاستراتيجي باترن بيعمل كده بالظبط، بيخلينا نغير الخوارزمية أو طريقة التنفيذ وقت التشغيل. في حالة ال MVC، الستراتيجي باترن بيظهر في دور الكنترولر. الكنترولر هو اللي بيحدد الفيو هيستجيب ازاي للي بيعمله المستخدم، وبفضل الاستراتيجي نقدر نبدل الكنترولر ده بواحد تاني خالص، فنغير سلوك الفيو بالكامل من غير ما نعدل سطر كود واحد في الفيو نفسه. مرونة رهيبة. لو ركزنا شوية هنلاقي إن كل الأنماط دي مبنية على مبدأ واحد جوهري، برمج للواجهة مش لتنفيذ. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكود بتاعنا المفروض يهتم بإيه اللي بيعمله المكون ده، مش إزاي بيعمله. هو ده بالظبط، هو ده السر اللي بيخلي البرامج مرنة وقابلة للتطوير بسهولة. طيب، ممكن حد دلوقتي يقول تمام، بس الكلام ده قديم من التسعينات.
إيه علاقته بالفريموركس والمكتبات اللي بنشتغل بيها النهاردة؟ الحقيقة إن العلاقة موجودة وأقوى مما نتخيل كمان. خلينا نشوف إزاي الأفكار دي لسه عايشة معانا. لو بصينا على عالمنا دلوقتي هنلاقي مكتبات حديثة جدا زي NGRX اللي بتدير الستيت في تطبيقات Angular، مبنية بالكامل على نفس الأفكار والمبادئ الكلاسيكية دي. الجدول ده بيلخص كل حاجة. فاكرين نمط الأوبزرفر اللي لسه متكلمين عنه؟ هو ده بالظبط فكرة الستيت والسيلكتورز في NGRX. طيب ونمط الكوماند؟ هو الأكشنز. وأخيراً نمط الاستراتيجي اللي بيخلينا نبدل الخوارزميات بنشوفه بوضوح في ريديوسرز. نفس الأفكار القديمة عايشة معانا بأسماء جديدة. فالدورة بتمشي كالتالي. أول حاجة الأكشنز بتوصف الحدث اللي حصل. بعدين الريديوسرز اللي هي تعتبر الاستراتيجي بتاعتنا بتحدد إزاي الستيت هيتغير كرد فعل للأكشن ده. وفي الآخر خالص الستيت والسيلكتورز اللي هم الأوبزرفرز بيوصلوا الداتا الجديدة دي لواجهة المستخدم عشان تتحدث. هي نفس المنظومة الكلاسيكية بس بتطبيق عصري. كل ده بيوصلنا لخلاصة مهمة جدا، فكرة أكبر من أي لغة برمجة أو فريمورك، وهي المبادئ اللي بتعيش وما بتتموتش. الفريموركس بتيجي وتروح والتقنيات بتتغير كل سنة، بس المبادئ الأساسية للتصميم الكويس دي بتفضل ثابتة، ما بتتغيرش مع الزمن. الأنماط دي مش مجرد شوية حيل بنستخدمها وخلاص. لأ، هي بتشكل لغة مشتركة وغنية بتخلينا كمطورين نقدر نبني برامج أحسن وأقوى وقادرة تستحمل التغيير. بتدينا طريقة تفكير موحدة لحل المشاكل اللي بتقابلنا كلنا. وهنا أحب أسيبكم مع سؤال نفكر فيه كلنا. يا ترى إيه هي الأنماط الكلاسيكية اللي ممكن تكون مستخبية في الكود اللي بنكتبه كل يوم، يمكن حتى من غير ما نكون واخدين بالنا؟